الفيديو ده للشخص العادي اللي بيفكر يشتري أول عقار ليه. أنا بتكلم هنا عن الاند يوزر بالتحديد. لو عايز تشتري عقار ما تستناش الوقت المثالي، لأنه مفيش وقت مثالي، محدش يعرف يحدد أفضل وقت للشراء. الوقت المناسب بيبدأ لما تكون أنت جاهز، يعني تقدر توفر الدفعة الأولى وتقدر تتحمل القسط الشهري من غير ضغط، وعندك استقرار مالي يسمح لك تاخد القرار، يبقى هو ده الوقت المناسب. النقطة التانية، قارن بين الإيجار والقسط الشهري. لو القسط قريب من اللي بتدفعه حاليا في الإيجار، فأنت في حالة الشراء بتبني أصل باسمك يحافظ على فلوسك بدل ما تدفع إيجار كل شهر وخلاص. لكن لو مش متأكد إنك هتستقر في البلد اللي أنت فيها لفترة طويلة، فالشراء ممكن ما يكونش أفضل خيار ليك، لأن في أغلب الحالات نقطة التعادل بين الشراء والإيجار بتكون أكتر من 3 سنين. عشان كده لازم تحتفظ بالعقار لفترة طويلة عشان تستفيد من استثمارك. في النهاية أفضل وقت لشراء العقار مش لما السوق يقولك، أفضل وقت لما تكون أنت جاهز ومحدد هدفك. اتفرج على الفيديو الجاي عشان تعرف خطوات شراء عقار في دبي.